أنا خليها. يا مساء الخير، يا مساء العافية عليكم، شلونكم، شخباركم؟ ببداية الفيديو نقول اللهم صل على محمد وآل محمد. حبايب اليوم مثل ما تشوفون مسوية حملة تعزيل على المطبخ، على الثلاجة، على المطبخ، تنظيفات يعني اليوم. بس شنو، من الغدا من 5 العصر اني اشتغل. مثل ما تشوفون اول شي بلشت بغسل المواعين، وغسل المواعين مالت الغدا، والمواعين الزايدة كانت بالثلاجة كلها طلعتها وجلفتهن جلفة مرتبة. مثل ما تشوفون هنا انتهيت بالمواعين هاي. على ما خلص المواعين خلي احكيكم سالفة هذا الكاونتر اللي شلع قلبي الصراحة. هذا الكاونتر اني مثل ما تشوفون عندي القطعتين. اوكي ماما، عندي هاي القطعتين انا مشتريته مو تزقا يعني من هذا الجاهز، اشتريته وكان وياه سن. فشنو رحت السن قلت خلي اشتري قطعة كاملة يعني اسوي النقص اللي عندي. المهم قلت اسوي على مود الطباخ وعلى مود السن، وعندي شوية ظل مكان قلت اكمله. المهم رحنا تعاملنا وي واحد يعني العنوان مالته بالناصرة بالاسكان هو. المهم فتعاملنا وي واحد. هاي لولو لازم تخرب الفيديو. هلا قل مشتركوا بالقناة، اشتركوا بالقناة مالت ماما. المهم يا حبايب هذا الكاونتر اجى الولد وخذ يا بيت ماما ماكو بيت. ايه ليش ما تروحين سكول؟ المهم اخذ القس ايه والله يتسحب. شوفوا لي لين جاي شويش عليها ما جاي البيت ما هي عمو. يا عمو ما سعدي هسه يجي عمو ياخذك العمو. اجي اخذ القياسات. المهم قال اسوي لكم بالتخفيض ولن يعرف زوجي وصديقه وهاي السوالف 700,000. قلنا كل زين هذا هو ايش قد القياس يطلع 2.5 متر. المهم طول عندي تقريبا فوق الشهرين الا كمله هاي شغله، وتبهدلت ذيك البهدله. فمن اجاني الكاونتر يا بنات انصدمت صدمة عمري. تخيلوا انا سويت السلفة وجمعت من 700,000. فظليت مصدومة. البيبان ولا باب نفس القياس، صغير كبير صغير كبير. هاي اول شغلة. ثاني شغلة مو نفس المرمرة طلبت اني اوف وايت سادة يعني ما في هاي اللماع وهاي السوالف. هاي شغلة. الشغلة الثالثة ما نسوي جرارات. الشغلة الرابعة شو مسوي الاخ عايف النقص؟ والله شنو نسيته يابا، شلون نسيته؟ غير احنا قياس واخذت او كل اسبوعين زوجي يروح لك ويشوف وي ناس القياس هذا المكان الفارغ ناسيه يعني. تخيلوا انتوا بس تخيلوا الصدمة. وانا من استلمت زوجي كنت عنده هني، فانا ظليت مصدومة يعني مصدومة شوي وانجلط من الحرقة. المهم خابر زوجي قال لي يابا لا بيبان نفس القياس، البيبان واحد صغير وواحد كبير، والمرمرة مو مثل ما طلبنا. زين انت شلون تنسى القياس؟ مسوينا قسم وقسم بهال ماكو ما نسوي. المهم بعد ما اجانا وظلينا نخابر عليه كم يوم اجى لي البيت اخذ القياس. هذا المكان ضل تقريبا 40 سنة. وانا ما اقدر احكي لان من احكي بهاي القصة اضوج وانقهر. اللي بالتيك توك يعرفون ماما اشبيك شوفوا لون خليني اصور لكم. المهم قال راح اسوي لكم جرارات. يعني هو هسه ما مهتم انه للنقص ولا شيء، ولا مهتم للبيبان الاوفر اللي مسوي واحد كبير وواحد صغير. احنا مجبورين نتحمل. احنا استلمناه. بابا عمو دحين عمو كيك هسه خابر عمو خيجي كيك بابا جي مامي بابا ماما. المهم سوينا جرارات ورا تقريب شهر الا وصلونا. شو صرنا الجرارات القياس عالي. الجرارات مسوي جرارة كبيرة جرارة صغيرة، مسوي باب الجوا تخيل، واللون يختلف
لا نفس هذا ولا نفس هذا بيجي مو اوفاي. يا ربي والله اني قد اعاني من هذا المطبخ. المهم يابا ليش هيك تسوي؟ والله انتو بيش طلبتوا زين شو تريد؟ قال الا تعطونا بعد 75 يعني تخيل فوق 70 75. المهم انطينا صار قد 775. عافين وراح. انا سويت لعبة نص 100 جرارات ما تحملت الوضع. بعتها ليش بعتها؟ ما اتذكر اتوقع ب50 لو اقل يعني هن تخيلوا يومين انا بعتها لقيت ما اتحمل المطبخ هذا. المهم هاي قصة الكاونتر مالتي. فأبد ما تهنيت وانا شقد يعني اغلبكم تعرفون يعني الواحد ما يجيب الفلوس بهالسهولة اذا ما يتعب اذا ماشي. وانا سويت هالسلفة قلت انا مود يعني فد مرة ليش يعني فد مرة سويها على مود اجيب الشغلة انا احبها انا اريد ارتب بيت. تعرفون يعني احنا نسوان نحب نرتب بيوتنا نشتغل ببيوتنا يعني تشوفين بيتك حلو مطبخك يعني انت ترتاحين. فما اقول غير حسبي الله ونعم الوكيل بي. لهسه انا ما جاي اقدر اتخطى الموضوع. هاي سالفة الكاونتر. هسه قررت هاي الفتحة انا فاتحين الباب احنا. قررت هاي الفتحة راح اسوي بس باب وخلي تكرمون للحاوية يعني ما عندهم مكان الها. فمنتظرة ابو لولي انت ما يصير له فراغ. طبعا جاي توصل لي صار شقد يابا روح جوي ما يقول ما عندي وقت لان خطية مشغول بالمحل مشغول. اي ماما اي اي شو راسك؟ اوه اوكي. انت يمتى تنامي مو عندك دوام؟ مو خلينا نكمل الفيديو. مثل ما تشوفون هنا أنا بلشت نظفت الكاونتر ونظفت الثلاجة. المهم نظفت الثلاجة تنظيفها مرتبة صار اسبوع انا ما نظفتها والاسبوع هسه مخلص. خيرات نطلع نسوي هون جاية عاجز اطلع يعني ما الخلق اطلع والله ما اعرف شنو المشكلة. المهم مثل ما تشوفون عندي هذا البصل زايد يعني شوي خربان او شريت الشكردانة وشريت هاي السوالف يعني سوالف المطبخ. نسيت اقول لكم لولو راح يصير عمرها 5 سنوات بعد كم يوم عيد ميلادها. شو تريدين؟ تريدين كيكة بعد؟ نسوي باربي؟ نو باربي نو. نجيب فستان نسوي كيكة ونصور المتابعين مالتنا اوكي؟ اي متابعين قولوا مشترك بقناة ماما. انا دودو. سوي لايك. دودو. اي سوي لايك للقناة. دودو. اي فالمهم يا حبايبي ادعوني ان شاء الله نحصلنا بيت الملك ونخلص من الايجار. تتخيلون خليني اكمل يعني الا تنام ما بصير عندك دوام. اي دوام باكر لازم ننام شلون؟ شوفوا بيش ساعة هسه؟ 9:30 لازم تنامين. راح انزل انا الفيديو هذا وانتو تنامين ما بيها مجال اوكي؟ المهم نظفت الكاونتر مثل ما تشوفون يا حبايب وان شاء الله اجيب الستاند لان الستاند اللي عندي ابو لولو انطالي واحد والواحد ما جاب تقريبا صار له سنه. دائما احكي بالفيديوهات مالتي. اي فيراد اشتري الستاند وهنا انا نظفت السيراميك لان هاي الجهه يعني دائما اني اطبخ او شي مرات اخلي الطبخ الكهربائي فخاف يصير بقع او شي لان استخدم الفاصوليا يعني اذا عندي شي اسلقه بيه. المهم فهنا مسحنا السيراميك ولمعناته مع مرتبه ونظفت الكاونتر مثل ما تشوفون. بس ما احكي لكم على التعب ما احكي لكم من الغدا من هنا للمغرب اني اشتغل ابد حتى الصراحه ما اخذت خطي لو كل شوي جايتني تريد اكل. اهم شيء انه نوفره لها روبه وتمن خلصتها علي. تخيلوا حتى بالليل تريد روبه وتمن. المهم يا حبايب اللي ما مشترك بالقناه خلي يشترك وفعل جرس الاشعارات وان شاء الله اشوفكم بالفيديو الجاي. وانتظروا شلون طلع المطبخ من الماء. طبعا احنا عندنا تيار بينك تعالي يا تيار بينك. اوكي راح يجيبوا لي طيارة بينك. تيار بينك صوب الطيارة. هو سبايدر. تريدين طيارة سبايدر مان؟ سبايدر صوتي وي.
لا ماما انا ما اريد تسطرين، انا اريدك يمي. أجت الدوس الفوق. داوكي حاجة. أجتي يا طابا. وحطابا كمان. رجعت عندي هاي التختان، اتوقع مستخدمة مالتها لان انا استخدم هاي اللي عندي. التختة لونها اذهب دائما يعني سريعة مو مثل الخشب تلف وهاي. اني ارتب وانظف لازم تدرون اني كل يومين اغسل البيت، بس تقريبا صار اسبوع من فراشة المطبخ ما غسلتها، فضجت من الوضع، قلت لازم اغسل. ماما قالت اسوي فيديو. ما غسلت المطبخ ونظفت، حسيت طاقة، حسيت انه طاقة بالبيت حلوة، وبعدها توخرين البيت وتنظفينه، يعني مدخلين المطبخ يعني إلك نفس الطبخين يعني مرتاحة. بس أكيد بعد الطبخ راح تتلف ريحة وهاي السوالف، بس أنا متعودة أنظف بالليل قبل لا أنام. مرات يعني إذا كلش تعبانة إنه لو تقعد ب8 بعد ما ألبس ملابسها وهاي السوالف بالروضة أبلش تنظيف. وهذا مطبخي حاليا. أفكر إن شاء الله أغير لونه. قلت أغير اللون أسوي أبيض على مود توحد ألوانه، لأن هسه أوف وايت وبيج فاتح صاير هوسة. وهسه وصلنا لنهاية الفيديو. ان شاء الله اشوفكم بالفيديو الجاي باكر او بعد باكر، وطونا لايك واشتراك بالقناة وساعدولي الفيديو بالصلاة على محمد وآل محمد، وان شاء الله اشوفكم فيديوهات حلوة. يعني كتبوا لنا شنو الروتينات اللي تريدونها، الاكلات اللي تحبونها نسويها سوا، او اذا تحبون نفتح لايف ويعني طبخات وهيك سوالف. وهسه اقول لكم مع السلامة، اشوفكم بالفيديو الجاي. كملوا الفيديو هذا، كملوا للنهاية لتشوفون النتيجة ما شاء الله، وقولوا لي يا لون انا يعني ان شاء الله بهاي الالوان اصبغ الكواكب، قولوا لي يلا اكثر شيء، يعني انا احس ان الابيض حلو، فانتم رايكم. هسه اقول لكم هسه راح اشيل هذا الفراش واغسل القاع وصايره هسه. ما اعرف انا ضوج اذا عم اغسل البيت كل اسبوع، ها صار الاسبوع قررت اشيله. خلصت تنظيف وهسه احس طاقة. شفت الفراش مثل ما تشوفون، وهنا المطبخ صار يمه على طبعا هو بينا قصار، بس ان شاء الله اكملها. وهذا ركن كلش احبه، مثل ما تشوفون كملت تنظيفات تعزيل المطبخ. المنظر لي هسه بيت ساعة 5، ما اعرف الحق انزلكم فيديو اليوم او لا، او على باكر. ايش رايكم؟